في قديم الزمان ولد رجل صالح يدعى يعقوب عليه السلام. كان يعقوب رجلا طيب القلب وقد اختاره الله ليكون نبيا. وكان لديه ابن يدعى يوسف، وكان يوسف طفلا جميلا وحكيما. منذ صغره أحب يوسف الله وكان يملك رؤى تفسيرها واضحا. كان يحب أن يخبر عائلته برؤاه، وكان والده يعقوب يحبه كثيرا ويعتبره الأحب إليه. وفي يوم من الأيام رأى يوسف في رؤياه أن الشمس والقمر و11 كوكبا يسجدون له. فعندما أخبر عن هذه الرؤيا لوالده وإخوته أصبحوا غيورين عليه، وقد أخبروه بأنه يتكبر وأنهم لن يثقوا به. ثم في يوم آخر قرر والد يوسف أن يرسله مع إخوته إلى ريف بعيد ليلعبوا معا ويستمتعوا بالهواء النقي. ولكن إخوة يوسف لم يكونوا سعداء بهذه الفكرة، بل كانوا يشعرون بالغيرة والكراهية تجاهه. في يوم ذهابهم إلى الريف قرروا التخلص من يوسف. قاموا بإلقائه في بئر عميقة وغادروا وتركوه هناك وحده. وعندما جاءوا إلى والدهم قالوا له أنهم نسيوا يوسف وتركوه في الريف. وبعد فترة من الزمن وجدت مجموعة من التجار يسحبون يوسف من البئر. قرروا أن يبيعوه في سوق العبيد. وتم شراء يوسف من قبل وزير مصري غني يدعى العزيز. كان العزيز رجلا صالحا وحكيما، وأحب يوسف ورأى فيه النجمة الساطعة في المستقبل. فقد أعطاه منصبا عاليا في المملكة وثق بحكمته وصدقه. وفي إحدى الأيام جاءت زوجة العزيز وأرادت أن تغوي يوسف، ولكنه رفض بقوة. فقد كان يخاف الله ويرفض أن يخون ثقة العزيز. ولكن الزوجة الشريرة استخدمت قميص يوسف وقامت بتمزيقه ووضعته في يديها. ثم أخذت الزوجة الشريرة القميص الممزق وذهبت إلى العزيز وقالت له أن يوسف حاول اغتصابها. أصدقاء العزيز آمنوا بكلامها وأرسلوا يوسف إلى السجن رغم أنه كان بريئا من هذه الجريمة. وقضى يوسف سنوات في السجن، ولكنه لم يفقد الأمل وثقته بالله. وفي السجن أظهر يوسف قدراته في تفسير الأحلام، وقد أصبح مشهورا بحكمته وعلمه. وفي يوم من الأيام جاءت مجموعة من الضباط الملكيين لطلب تفسير حلمهم. تفسير يوسف للأحلام كان دقيقا وصحيحا، والكلمة وصلت للعزيز الذي استدعى يوسف لتفسير حلمه الخاص. وتفسير يوسف كان أن هناك 7 سنوات من الوفرة تليها 7 سنوات من الجفاف، وأنه يجب تخزين الغذاء خلال السنوات الوفيرة لمواجهة الأزمة. أعجب العزيز بحكمة يوسف وقرر تعيينه وزيرا للزراعة في مصر. وبلغت سمعة يوسف وصار شهيرا في المملكة بحكمته وعدله. وعندما حلت الأزمة التي تنبأ بها يوسف أتى والده يعقوب وإخوته إلى مصر للبحث عن طعام. ولم يعرف يوسف أن هؤلاء الرجال هم إخوته الذين تركوه في الريف وظلموه. اختبر يوسف إخوته عن طريق إخفاء كأسه في حقيبة أحدهم واتهمهم بالسرقة. وعندما فتحوا الحقائب وجدوا الكأس في حقيبة أخيهم الأكبر، فاعترفوا بخطيئتهم وأنهم كانوا ظالمين ليوسف. عندها كشف يوسف عن هويته لإخوته وغمرهم بالمغفرة والرحمة. وعاد يوسف مع عائلته إلى مصر، وعاشوا في سعادة وسلام. هذه هي قصة الرسول يوسف عليه السلام، قصة الصبر والثقة بالله والمغفرة. كان يوسف يواجه الصعاب والظروف الصعبة، لكنه استمر في الإيمان والإحسان حتى وصل إلى المجد والنجاح في نهاية المطاف.